عبرت الشط على مودك وخليتك على راسي. وش قصة هالأغنية العراقية الشهيرة اللي احنا نسمعها؟ بس هل نعرف قصتها؟ هذه قصة عراقية لامرأة عراقية كانت تحمل ابنها وعمره 7 أشهر على رأسها، وكانت تمر به على نهر دجلة، وكان في يوم عاصف ومطر، وأرادت أن تعبر النهر لأن الطوفان أو الإعصار جاء في قريتهم، فعبرت النهر وكان ابنها عمره 7 أشهر، تحمله قليلا وتغطس قليلا وتريد أن تموت، وهكذا إلى أن عبرت الشط وأصبحت يعني في خدمة الناس وكذا بحال بسيط حتى تؤمن قوت يومها لها ولابنها. فلما كبر وربت أحسن تربية وكبر وصار غني تزوج، فقالت زوجته لا أريد أمك، ونسي ذلك الموقف حينما عبرت به شط دجلة. فكتبت هذه القصيدة وهي في دار العجزة، فتقول: عبرت الشط على مودك وخليتك على راسي، وكل شهقة أحس بالموت وقوة أشهق أنفاسي، وكل هذا وقلت أمرك أحلى من العسل مرك، بس لا تجرح إحساسي. قل وش قصرت وياك وش تطلب بعد أكثر؟ على صدري تنام الليل وأقول ارتاح وأنا أسهر، تمر عيوني بعيونك وأنت عيونك لغيري، فضلتك على روحي وضاع وياك تقصيري. وهذه قصة الأغنية العراقية الشهيرة: عبرت الشط على مودك وخليتك على راسي.